يا مساء الفل عليكم حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا هتعجبكم قوي. هنعمل فطاير هنحشيها بالفراخ المفرومه، هتبقى تحفه وتغيير، وهتبقى حلوه جدا وولادكم هيحبوها قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، انا نخلته كويس قوي. وعندي هنا كمان زبادي، دي حوالي كوبايه كبيره من الزبادي. عندي لبن بودره. انا هشتغل معاكم وانا بقول المقادير علشان بس ايه ما ناخدش وقت. دي عندنا هنا كده ايه معلقتين كبار من اللبن البودره، بيدي العجينه طعم حلو جدا وبيديها طراوه كده. وعندي هنا رشه ملح، ودي الخميره هحط حوالي معلقتين صغيرين او معلقه كبيره. طبعا انا حطيت الخميره هنا من غير ما اعمل تيست، لان انا الخميره دي انا متاكده منها ان هي شغاله معايا كويس. هحط برضو السكر معلقتين صغيرين من السكر. طبعا لو انتي مش متاكده من الخميره او لسه اول مره تجربيها، لازم تعملي لها التيست الاول بتاعها، زي ما قلت لكم في كل الفيديوهات بتاعه المعجنات. الخميره والسكر وشويه ميه دافيه وتسيبهم يتفاعلوا مع بعض. هقلب بس المكونات دي كلها كده مع بعض، اللي هي الجافه ديت. العجينه يا جماعه اساسها دقيق، سكر، خميره، الميه، رشة الملح. اي زيادة تانية احنا بنحطها في العجينة دي بتبقى زيادة من عندك انتي. ممكن تحطي زبدة، ممكن تحطي الزبادي، ممكن تزودي لبن بدل المية. انا هزود هنا مية دافية اهي. انا شغلت العجان وهبتدي ازود شوية بشوية المية لحد ما العجينة تلم معايا، وفي الاخر هديها معلقتين كبار من زيت الذرة. زي ما انتوا شايفين العجينة ما شاء الله عليها، بصوا طريه ازاي. لازم توصل معاكي العجينه للطراوه دي، ما تبقاش ماسكه خالص علشان تطلع معاكي حلوه. لو لقيتيها قاسيه وماسكه كده نفسها، لازم تطري العجينه، تبقى هي محتاجه كده سوائل. تديها يا معلقتين لبن يا شويه ميه صغيرين خالص لحد ما تبقى معاكي طريه كده. انا هغطيها دلوقتي بالاسترتش واسيبها تخمر بقى براحتها خالص. انا لما حطيت الزيت حسيت ان العجينه لينه قوي معايا، فاضطريت ان انا احط لها شويه من الدقيق. انا حطيت معلقه بس من الدقيق، لميت بيها العجينه وطلعت معايا زي ما انتوا شايفين كده. هغطيها برضو بفوطه مطبخ واسيبها بقى تخمر براحتها خالص لحد ما نشوف الحشوه بقى اللي احنا هنحشي بيها الفطاير بتاعتنا. دي حبايبي الحشوة عبارة عن دول صدرين كبار من الفراخ، او ممكن تجيبي فراخ بانيه، ودي بصلايه كبيره، كوبايه بقسماط، وبضايه. وانا هستخدم هنا في الوصفه الكيس بتاع البيف برجر دوت بتاع سبايسي، هحطه عليها. لو مش عاوزين تضيفوه، حطوا بقى بهارات ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ او اي نوع بهارات انتوا حابينه. انا ضربت في الكبه عندي البصله وضربت الفراخ والبيض والبقسماط، واخر حاجه ضفتها اهي كيس السبايسي البيف برجر. ودي العجينه اهي بعد ما اختمرت ما شاء الله عليها. بصوا عامله ازاي، هي خدت حوالي ساعه على ما خمرت. شايفين قوام العجينه عامل ازاي؟ العجينه طالعه لينه وجميله جدا، تحفه علشان عجناها كويس. ودي اهي الحشوه بتاعتنا. انا سبتها شويه بس في التلاجة عشان تمسك نفسها، عشان اعرف احطها في العجينه ما تلزقش في ايدي. لو حسيتوها ان هي بتلزق، ضيفولها شويه بقسماط لحد ما تبقى ماسكه نفسها. انا هبتدي هنا ايه اقسم العجينه كور تبقى قد بعضها. اشكلهم بقى كور اهي، هحاول تبقى الكور قد بعضها. هاخد بقى اول واحدة انا عملتها، دي جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر. ممكن تحطي اي حشوة انت حباها، ممكن تحشيها باللحمة المفرومة، ممكن تحطي اي حاجة انت حباها، ممكن تحطي جبن، ممكن تضيفي زيتون على الفراخ ديت برضو هتديها طعم حلو جدا.
بصوا العجينة علشان مستريحة معانا، مش محتاجة نشابة ولا اي حاجة. انا بضغط عليها بس بايدي كده بتتفرد معايا بكل سهولة. هبتدي اخد بقى قطعة كده من الفراخ. طبعا انا ايدي غسلاها كويس جدا ونضيفة خالص وهفردها بقى في العجينة. ما تحاوليش تكتري في الحشوة علشان تعرفي تقفلي العجينة. ادي هنا هقفل العجينة كويس جدا. ودي صينية مدهونة بالزيت. معلش لو سرعت الفيديو علشان بس ما يطولش عليكم وتزهقوا. هبتدي بقى ايه افرد واحط العجينة واقفل واحط في الصينية واضغط عليها بس شوية كده. انا هنا اهي هحط الحشوة وهحط جبنة موتزاريلا عليها من فوق واقفل كويس قوي وارص في الصينية. ودي هحط شريحة جبنة الشيدر زي ما انتم شايفين، واسيب مسافة عشان لسه هتخمر تاني. انا خلصت الكمية. بصوا ما شاء الله نص كيلو دقيق عمل لي كمية كويسة اهي. وهسيبها بقى تخمر خالص تاني لمدة 10 دقايق. هسيبها ترتاح شوية وانا مشغلة عندي الفرن على درجة 180. هنا عندي معلقتين من لبن وبيضاية، وهنا سمسم هنرشه على الوش. هبتدي بقى ادهن كل الفطاير بتاعتي دي بخليط البيض واللبن وارش السمسم من فوق وهدخلها. اول ما تستوي من تحت وتاخد لون هطفي الفرن وهشغل الشواية تاخد لون من فوق واطلعها بقى ونشوفها مع بعض هتبقى عاملة ازاي من جوه. هتبقى جميلة جدا ان شاء الله وهتعجب ولادكم قوي، وهتبقى عاملة زي سندوتش البرجر بالظبط. ممكن تحطي رشة نسكافيه كمان مع البيض واللبن. ممكن تحطي حبة البركة لو عندك برضو مع السمسم هتبقى جميلة جدا. ممكن ترشي جبنة موتزاريلا من فوق. ادي الفطاير اهيت يا حبايبي. هدخلها بقى الفرن وهطلع لكم اهو. بصوا طلعت جميلة جميلة جميلة. طلعت من الفرن اهي ما خدتش وقت كبير معايا. بصوا قد ايه هي طرية وهشة جدا والسوا بتاعها مظبوط قوي. بجد جميلة ان شاء الله تعجبكم وهتعجب ولادكم انا متأكدة. نفتح واحدة بقى مع بعض عشان نشوف عاملة ازاي من جوه. شايفين الحشوة وريحة الفراخ جوه كأنك بتاكلي سندوتش برجر بالظبط. طبعا هي مش باينة قوي علشان طبعا هي فراخ. لو لحمة كانت هتبقى باينة اكتر من كده، بس هي جميلة جدا. دي اللي احنا عملناها وحشيناها جبنة موتزاريلا. حطينا جبنة موتزاريلا على الحشوة. شايفين بجد جميلة جميلة. لازم تجربوها. شايفين الجبنة سايحة من جوه ازاي؟ بجد فظيعة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.